التهديف في عالم كرة القدم وبكل الطرق، وفي نفس الوقت أداء دفاعي مربك مخيف للجماهير الهلالية في شوط واحد. كثير من الإيميلات والرسائل التي وردت للبرنامج من الجماهير الهلالية لا تعبر عن فريق فائز. والله ما ألوم الجمهور، أنا معك حق أخوي تركي، أنا بس بقول على حاجة. الشوط الأول للأمانة المباراة تنقسم إلى قسمين فعلا. الشوط الأول كان الهلال كما يحب جماهيره وكما يحب متابعوه يعني، واعتقد قدم مستوى متميز جدا في كل شيء، من ناحية الأهداف، من ناحية الفرص، من ناحية الانضباط، من ناحية الضغط على الخصم، من ناحية عدم إعطاء الخصم فرصة للتحكم بالكرة. أضاع عدة فرص كثير، يعني في الشوط الأول ضيعنا تقريبا 3 إلى 4 فرص مع ضربة الجزاء. كان بالإمكان النتيجة تكون أكبر من كذا في الشوط الأول. اللي حصل للأمانة بين الشوطين، يعني المدرب قال للاعبين انه يعني لازم تلعبوا كأنه ما انتم فايزين 5-1، لازم تلعبوا وتحاولوا انكم انتم تكونوا قريبين من بعض، تسجلوا اكثر، تحافظوا على نفس النمط، يعني لا تركنوا الى النتيجة. نفس الكلام انا قلته. الحقيقة اللي حصل الشوط الثاني حصل تراخي كبير، حصل نوع طبعا ضيعنا فرص ايضا في اول الشوط الثاني، حصل ثقة في النفس يعني غير مبررة وافراط في الثقة، حصل تراجع يعني كامل في مستوى جميع اللاعبين في الشوط الثاني، بالاضافة الى انه في هدفين، يعني هدف الجا من فاول، يعني كان في نسبة كبيرة من الحظ. تعرف الكرة ضربت في أكثر من لاعب زي البلياردو، قلت نفس الكلام في القناة الرياضية، ما يبغى أكرر نفسي، ولكن يعني وفي نفس الوقت كمان الهدف الرابع كان من غلطة ما ينبغي أنها كانت تكون بين المدافع والحارس، ولكن هذه الأشياء تحدث. أنا المهم عندي يعني أنه هذا درس مستفاد لنا جميعا كإدارة وكجهاز فني وكلاعبين، أنه لازم الواحد يلعب الآخر دقيقة وما يركن لأي نتيجة مهما كانت كبيرة. الجانب الإيجابي الشكل اللي ظهر فيه الفريق في الشوط الأول. طبعا الفريدي خرج بسبب الإصابة، نفس الشيء أسامة هوساوي طلب التغيير بسبب الإصابة. كان في مثل ما قلت نزول كبير في مستوى اللاعبين وتراخي في الشوط الثاني غير مبرر، يعني لازم نستفيد من هذا الأمر، لأنه يعني الحمد لله أن احنا نفذنا ب3 نقاط. أعتقد القادسية فريق محترم جدا، وأنا قلت قبل المباراة أني أنا يعني محترم القادسية جدا، وكلنا محترمين القادسية، وعنده هجوم متميز ومدرب متميز، وعنده يعني يظهر بشكل جديد. أعتقد أنهم قدموا مستوى أحرجنا كثير الشوط الثاني، وكان بالإمكان أنهم يتعادلوا. يعني يستحقون التقدير على ما قدموه. إحنا نستحق التقدير على الشوط الأول، في جوانب إيجابية أظهرت لنا حس تهديفي ممتاز، ومهاجم متميز جدا اللي هو يوسف العربي يطمنا على مستوى الهجوم عندنا. ايضا في تصاعد في مستوى ايمانه، كل اللاعبين كانوا ممتازين الشوط الاول. الشوط الثاني كان العكس تماما، جميع اللاعبين بدون استثناء لم يكونوا في الموعد، وفرطوا في يعني فرص كثير كمان، وفي نفس الوقت كمان لم يعطوا المباراة أهميتها اللي كانوا معطينها إياها في الشوط سمو الأمير، سؤال أخير بس، في بعض الرسائل تسأل هل هناك أي إجراء راح تاخذه الإدارة الهلالية، اجتماع مع المدرب، اجتماع مع اللاعبين، على خلفية هذا الأداء المفاجئ؟ يعني أقول شيء تركي، للأمانة المدرب يعني ولا حتى أقدر ألوم اللاعبين، في نهاية الأمر هو هذا درس مستفاد، يعني هذه الأمور تحدث. يعني هو المهم أن احنا أخذنا 3 نقاط، بالتأكيد أن احنا اليوم كان ولكن خليني أقول شيء للأمانة كمان، القادسية كانوا ممتازين، يعني احنا مش احنا اللي كنا سيئين فقط. القادسية لازم نعطيهم حقهم، الشوط الثاني كانوا يقاتلون وكانوا حريصين على أنهم كانوا يلعبون بثقة كبيرة، وإحنا ساعدناهم على ذلك. أنا أقول لما تضيع أكثر من فرصة محققة يعني لازم تستغل الفرص اللي يعني هذا الدروس المستفادة من المباراة هذه بالنسبة لنا 3 دروس. انه الهلال اذا لعب زي ما لعب الشوط الاول بالانضباط هذا وبتنوع الهجمات وبالضغط على الخصم عدم اعطاء الخصم فرصة، يصبح الهلال الذي نتمناه ونريده كمتابعين له كمحبين له كمشجعين له. هذا الدرس الاول. الدرس الثاني، اذا انت ما احترمت الفريق الخصم الى اخر لحظة من المباراة لا يعني اي شيء فوزك بنتيجة كبيرة، والتاريخ الكروي مليء بعشرات ان شئت الحالات المشابهة، تكون فرق متقدمة بنتائج كبيرة ويرجع الفريق الآخر، والهلال حصلت له هذه الأشياء هذه الأمور شخصيا في السابق. الأمر الثالث،
انه ينبغي انه يعني يكون في عدم افراط في الثقه، لازم انك انت تلعب لين اخر دقيقه، وفي نفس الوقت كمان لازم يكون في تركيز ومحاوله تجنب بعض الاخطاء اللي يعني قد تبدو احيانا يعني بدائيه، يعني هذه الامور كلها لازم نستفيد منها ونبني عليها. وعموما اذكرك اخوي تركي ان انا قلت ان احنا لا نزال نحتاج الى مزيد من الانسجام والوقت، وان شاء الله يعني انا متفائل انه على الجوله التاسعه الجوله العاشره ان شاء الله الهلال سيتدارك هذه الاخطاء ويكون بصوره جيده. ولكن الشوط الاول بالنسبه لي يجعلني متفائل اذا استطعنا ان احنا نعمل العمل التكتيكي والعمل الفني زي ما عملنا الشوط الاول، اعتقد ان الهلال حيكون فريق له بصمه مميزه السنه ان شاء الله. الامير عبد الرحمن بن مساعد رئيس مجلس اداره نادي الهلال، شكرا جزيلا لك. عبد الرحمن انا قاطعتك، اسف.